لو انت طالب في كلية تمريض او في معهد فن تمريض وبتدور على مواقع بيكون فيها اسئلة عشان تطبق على مذاكرتك وتحل بكل سهولة، يبقى ان شاء الله الفيديو ده ليك. فيديو النهاردة بإذن الله هقولك على 4 مواقع فيهم بنك كبير جدا من الاسئلة، حوالي تقريبا اكتر من 50,000 سؤال في مختلف المواد والتخصصات والمحاضرات. فلو انت اول مرة تشوفني متنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. انا زياد الحصري بقدم محتوى خاص طلاب التمريض. لو انت طالب في كليه تمريض او في معهد تمريض يبقى انت هتستفاد جدا طول ما انت معايا. فاشترك في القناه عشان عندنا بنقدم لك محتوى تمريضي بحت، بالاضافه كده لبعض التفاصيل الصغيره بين زمالات، دبلومات، فرص سفر، اشواط طلابيه. مش هنحرق حاجه، فيلا بينا على طول على الفيديو بتاعنا. ناس كتير بتبعت لي على انستجرام ويسالوني يا زياد عايزين مواقع نقدر نحل او بيكون عليها اسئله عشان نطبق ونشوف احنا ذاكرنا او وصلنا لفين بالظبط. فان شاء الله المواقع بتاعتنا النهارده شامله محاضرات كتير جدا جدا جدا. طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها نظريه اختلاف المقررات واتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، عشان كده انا قلت اصور الفيديو ده معاكم وننزله مع بعض. وعايز اطمنك واقول لك كمان ان بنسبه تفوق ال 95% معظم الدكاتره اللي بيدرسوا لك اصلا وفي اي جامعه في اي كليه في اي مكان بيجيبوا الاسئله بتاعتهم بتاعت الامتحانات الفاينل او الميد تيرم او ايا كان الامتحان من المواقع بتاعتنا. احنا ان شاء الله داخلين على فتره ميد تيرم كده وامتحانات، فان شاء الله باذن الله المواقع دي هتخليك تسد كده والامتياز يكون في جيبك. معانا 4 مواقع. اول موقع كويزلت، تاني واحد برو بروفس، تالت موقع نيرس لاب، رابع موقع ريجسترد نيرس ار ان. والمواقع دي فيها زي ما اتفقنا مع بعض اسئله عن محاضرات كتير جدا. طيب نخش في المهم بقى، ازاي اقدر ابحث او الاقي اسئله؟ موضوع بسيط جدا، تبحث بطريقه واحده، تكتب اسم المحاضره زائد اسم الموقع. وليكن مثلا انت هتدخل على موقع نيرسز لاب، وليكن محاضره الدايبيتس ميليتس، تكتب دايبيتس ميليتس نيرسز لاب وهكذا. او ممكن تبحث بطريقه ثالثه كمان، بتكتب اسم المحاضره بتاعتك وجنبها كويز او كويستشن، هيجي لك على طول الاسئله بكل سهوله. برضه ما تقلقش لو انت مش عايز تبحث بالطريقه دي، انا هجيب لك لينك ال4 مواقع ان شاء الله في الديسكربشن تحت وفي اول كومنت. يلا بينا كده على طول على الموبايل بتاعنا اشرح لك ازاي تقدر تبحث وتدور على الاسئله ونجاوبها والتفاصيل كلها بتاعه المواقع بتاعتنا. بس ما تنساش لايك الفيديو ده في الانستجرام، ويلا بينا. يلا بينا على الموبايل بتاعنا كده نشوف ونعرف مع بعض اشهر المواقع وازاي نقدر نبحث عن الاسئله. زي ما احنا متعودين مع بعض وقلنا ممكن نبحث بكذا طريقة. ممكن مثلا نبحث عن اسم المحاضرة جنبها كويز، وليكن مثلا نبحث عن هايبرتنشن وظهر قدامنا هنا هايبرتنشن كويز، وشوف هيظهر قدامنا ايه. انا قاصد نبدأ الفيديو بتاعنا بموقع غير اللي انا ذكرتهم في فيديو النهارده، موقع اسمه هيلث انسايكلوبيديا. الموقع ده من المواقع المهمة جدا جدا، برضو انا ما ذكرتش في فيديو النهارده بس ده برضو المواقع المهمة جدا. بيديك كده زي كيس سيناريو او يعني حالة، وانت بتقرأها وبتبدأ انك تحل عليها. قدامنا هنا مثلا فقرة وانت بتحل، وليكن نختار مثلا 18، احنا ما قرأناش حاجة، بنحل بس بنشوف النتيجة تطلع ازاي او هيقول لي ايه بالظبط. فالفكرة ان بيكون عندك اسئلة ام سي كيو، وانت تبدأ مثلا تختار الاجابات بتاعتك لحد ما توصل للاخر، مثلا تضغط سبميت. اول ما تضغط على سبميت بيجيب لك التفسير بتاع اجابتك سواء كانت صح او غلط. وليكن هنا ظاهر قدامنا كده بيقول عندنا your answer is B، اجابتي البي اللي هي 18، والكوريكت انسر برضو هي 18. لكن انا اجابتي صح، طبعا احنا هنعملها بالحظ مع بعض. فزي ما اتفقنا احنا بنكون او بيظهر لك انت حالل ايه سواء ده صح او غلط. رقم 2 الإجابة بتاعتي سي، بس الكوريكت أنسر هي ايه، دي احنا عاملينها مش مظبوط. وقيس على كده بقى أي محاضرة، أي أسئلة عن أي مادة أو أي مجال أنت عايزه، ويبدأ إن هو يجيب لك أسئلة عموما بالموقع ده. تقدر تبحث عن اللي انت عايزه ان شاء الله باسم المحاضرة زائد كويز. ده اول حاجة تظهر لك على طول. بس انا عن نفسي ما بحب اجيب اسئلة، او انا طول فترة دراستي في الكلية كنت في موقع كده انا يعني برتاح معاه وفي الاسئلة وبرتاح في التعامل معاه، اللي هو ريجسترد نيرس ار ان. نبحث مثلا عن وليكن مرض مثلا اسكيميك ستروك، مثلا نبحث عنها كده ستروك، نكتب جنبها اسم الموقع registered nurse RN. وبعد ما
بنضغط على الاسم بيظهر لنا، احنا كتبناه تقريبا غلط بس ان كان بيظهر ضمن الموقع اللي قدامنا ده الريجسترد نيرس ار ان او نيكليكس. الصوره الموف دي هي اللي بتحددها شويه. ندخل عليه يا باشا وبيبدأ يظهر لك بقى ايه اسئلة مختلفة في كل المواقع. مش كده وبس، انا في حاجة برضو عايزك تاخد بالك منها في المواقع اللي هي دي، بالذات الموقع بتاع نتفليكس او ريجسترد نيرس ار ان. بيجيب لك كمان يعني معلومات اساسية عن يعني مثلا لو انت باحث عن الستروك يجي لك الديفينيشن بتاعها، الباث فيسيولوجي، السين والسيمتومز، الانترفنشن، ميديكيشن والتريتمنت، وكمان الاسئله. فاللي عايز اقوله لك ان الموضوع بس مش مقتصر على الاسئله، الموضوع بس بيجيب لك تعريفات وطرق الشرح، كمان بيقدر يقدم لك فيديوهات الشرح للحاجه اللي انت باحث عنها اصلا. زي قدامنا هنا التايب في ستروك، سواء اسكيميك ستروك، هيموريجيك ستروك، وبيديك معلومات انت عايزها ومش عايزها، ويعني كلام جميل جدا في الموقع اللي معانا. طيب زي ما احنا عارفين كده، احنا عايزين نبدأ ان احنا نجيب اسئلة عن يعني الحاجة دي. قدامنا هنا حاجة اسمها نيرسينج كويزز، نضغط عليها كده نشيل الاعلان ده ويبدأ يجي لنا اسئلة عن الحاجة اللي احنا باحثين عنها. نبدأ ننزل تحت ونشوف بقى كمية الكويزات اللي عندك. عندك هنا respiratory system مثلا بانواعه بقى، شوف انت عايز ايه منه. ممكن ننزل تحت عند الاي سي جي او الاي كي جي، ننزل تحت عند البيدياتريكس، الحاجات اللي علاقه بالاطفال، النيورو، الانكولوجي او الاورام، الهيماتولوجي، مثلا الاوتو اميون، الامراض المناعيه، ومثلا الفارماكولوجي، الفارما. ايا كان بقى انت عندك، بص يعني اللي انت عايزه واللي مش عايزه هتلاقيه هنا. ندخل مثلا عن اي حاجه زي قدامنا مثلا، وليكن دايبيتس ميليتس نيكليكس كويز مثلا، هيجيلك اسئله ليها علاقه بالدايابيتس او السكر. نبدأ ان احنا نحل مع بعض هنا، وليكن which of the following symptoms doesn't present in hyperglycemia. بيديك سؤال، بتبدأ تترجم السؤال بتاعك، بيقول لك ايه من الاعراض دي اصلا مش بيبقى موجود في الشخص اللي عنده هايبر جلايسيميا، او الشخص السكر عنده عالي. ايه الحاجات دي اللي مش بيكون موجوده؟ هل الشخص اللي سكره عالي في عنده اكستريم ثيرست، بيكون هنجر، بالجلوكوز بيكون اقل من 60، في جلوكوز يوريا؟ ايا كان بقى الاجابه انت بتختار. نختار مثلا اي حاجه كده ونبدا نشوف مع بعض هيظهر لنا ايه على طول. تبدا تشوف وبيديك الاجابه الصح عموما وسبمت ويبدا. انا طبعا في سؤال انا نسينا ان احنا نحله، تقريبا في مشكله ان احنا في سؤال احنا ما حليناهوش، السؤال الاخير ده فعلا. نضغط اي حاجه ونضغط سبمت، نبدا ننتظر النتيجه بتاعتنا. نبدا ننزل تحت كده، النتيجه بتاعت ان انا للاسف اف او فيل، يعني انا كده ما نجحتش في الامتحان، لان البرسنتج المفروض اكون جايب 50. السؤال ده احنا حليناه طلع صح، الاجابه الصح اللي هي 60، او بصراحه مش فاكر كنا بنختار ايه، بس ان كان ده غلط. تمام شكرا. ده صح، ده صح والله بالحظ، يعني 5 ده غلط. وهكذا بقى. اللي عايز اوصله لك انك تقدر تبحث عن اي حاجه، وزي ما انت شايف كمان، يعني مثلا السؤال رقم 8 كمان وليكن مش بيديك الاجابه بس، بيديك الاجابه والتفسير بتاعها كمان، بحيث تشوف الاجابه بتاعتك وتفسيرها. طيب وليكن عايزين مثلا نجيب اسئله ليها علاقه مثلا وليكن بالهايبرتنشن، او عندنا هنا الفلويد الكترولايتس، البطن والجراحه مثلا، الاي في فلويدز تايب مثلا، الاسئله ليها علاقه بالفلويد وتختار. انا بس مش عايز يعني اشتتك، انت قدامك المواقع وتقدر انك تبحث فيها زي ما انت عايز، الاسئله زي ما انت عايز، فانت عرفت الطريقه. عايز برضو اخدك لموقع تاني، وليكن مثلا نبحث عن اي مرض، وليكن مثلا م- م- م. حد يقول كده معايا مرض، فكروا معايا. وليكن مثلا برضو هايبرتنشن انا بحب الهايبرتنشن، هايبرتنشن، واسم الموقع مثلا برو بروفس كويز. ظهر قدامنا الموقع اسمه برو بروفس، بيبدأ يديك كويزات او اسئله ليها علاقه بال الحاجه اللي انت باحث عنها، وبتبدأ انك تحل وتختار الاجابه. احنا طبعا اخترنا
مش فاكر كنا مختارين ايه، بس طلعت الكوريكت انسر هي فولس، وبيديك كمان الشرح بتاعنا. يبقى زي ما عرفنا كده معظم، او يعني مش معظم، ده بنسبة كبيرة، او يعني نسبة فوق 95% من المواقع دي بتديك الاجابة، وكمان بيديك التفسير بتاع يعني الاجابة اللي انت اخترتها. طيب اخر موقع ممكن نبحث عنه مثلا، يعني بلاش هايبرتنشن، خليها دايبيتس مثلا. دايبيتس ليتس. الموقع اللي هنتكلم عنه هو موقع كويزلت. الموقع ده برضو من المواقع المهمة جدا، زي ما احنا شايفين كده قدامنا. نبدأ ندخل عليه ويبدأ يديك الأسئلة اللي انت عايز تعرفها. كمان شايفين كرييت دي، انت تقدر تعمل انت كويز يعني خاص بيك انت اصلا، وتبدأ انك تحط أسئلة وتحط اختيارات، تعمل اللي انت عايزه عادي. فدي المواقع، وعايز اطمنك واقول لك كمان ان شاء الله ان المواقع دي الدكاترة بنسبة كبيرة جدا بيجيبوا منها. يعني انت ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا لو انت يعني حل الأسئلة اللي هنا ان شاء الله تبدأ انك تكون مركز وفاهم الدكتور بيجيب ازاي. بس كده وبكده نكون اتكلمنا عن اشهر 4 مواقع في مجال التمريض بيقدموا لك اسئله. خلاص فتره ميد ترم المواقع دي ان شاء الله تكون مستمره معاك، اولى تانية تالتة رابعة حتى كمان بتوع الماجستير يجيبوا اسئله من هناك. وعايز اقول لك واطمنك ان اكيد هيقابلك اسئله انت ما خدتهاش او انت مش عارف عنها حاجه. انت اطمن وما تقلقش، لان بكل بساطه المناهج مختلفه، واتكلمت عن الجزئيه دي في فيديو قبل كده. يعني بكل بساطه حل بس او خليك في الجزء اللي انت درسته. لو حاجه قابلتك مش مثلا مش عندك في المحاضره دي مفيش مشكله ولا يهمك حاجه. بس كده بكده يكون فيديو النهارده كان بسيط كده، وبقول لك فيه المواقع المهمه. ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان الفتره اللي جايه فيه فيديوهات قويه جدا. تنسوش تكتبوا في الكومنتات حابين نتكلم عن ايه الفترة اللي جاية. مش هطول عليكم، كان معاكم اخوكم زياد الحصري، ودمتم بخير وسلام.